هذا امر مؤسف. فريق كبير كما مولوديه نعرفوا كاع التتويجات تاعو على المستوى الوطني ولا على المستوى القاري، يلقى روحه في هذا الحال. هذا يا حاجه مؤسفه لاولاد مولوديه وكاع اللاعبين تاع كره اليد. هذا شيء مؤسف. نتمناو ان شاء الله، رانا سمعنا في الصحافه عن تعيين لاعبين سابقين اللي هو رضوان سعيدي ومحمود بوعنيق. ان شاء الله يعطوهم الامكانيات. حاجه مهمه الامكانيات، يعطيهم الامكانيات باش ان شاء الله مولوديه الجزائر ترجع لمكانها اللي هي الدرجه الاولى وتلعب على الالقاب. منذ الجزائر كان ديما خزان وماشي غير في كره اليد، خزان في الفرق الوطنيه. الحاله هذه كما قلت لكم احنا ناسفوا عليها. احنا على كل حال انا لاعب سابق، ما لعبتش في المولوديه، لعبت فرق واحده اخرى، لكن المولوديه فريق كبير على مستوى الجزائر وعلى مستوى القاره. ان شاء الله كما قلت لكم تعيين رضوان سعيدي ومحمود بوعنيق، وان شاء الله يلتفوا كاع اللاعبين القدامى. ان شاء الله المولوديه ترجع لمكانها ان شاء الله.